السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مخلل اللفت مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنا هنجيب اللفت وننضفه كده ونقشر الطين اللي فيه كده بالسكينة، بعد كده نغسله كويس بالمية. أنا عملت كل الكمية وقلت أعمل قدامكم. بعدين نشيل العين اللي تحت كده برضو بالسكينة زي ما احنا شايفين كده. اللي محطش لايك ينزل يحط اللايك واشترك في القناة ويفعل الجرس ويوصلكوا كل جديد. كده نضفتها، وده الورق بتاعه ده ما بيترماش، نعمل منه محشي نفس طريقه المحشي العاديه خالص. بتسلقيه في الميه يا دوبك، تحطي يعني تغلي ميه وتحطيه يا دوبك، ما فيش ياخد بس يعني ما فيش، تنزليه في قلب الميه كده وتطلعيه كده بيكون اتسلق معاكي، وتحشي بيه المحشي عادي خالص، بيبقى طعمه حلو جدا. ونقطع بقى كده الورق اللفت كده بالعرض كده، كده نقطعه بالطول ونقطعه بالقطعه اللي هي المشرشره دي، بتيجي زي الشكل الجاهز. وممكن تقطعيه بالسكينه عادي خالص لو عندك لو القطعه دي يعني مش موجوده عندك، بس ديت بتيجي نفس الشكل الجاهز. بتقطعي بقى صوابع، تخني شويه رفعش ده براحتك، بس هو كده سمكه وسط يعني حلو معقول. قطعت بقى كل الكميه. الميه بقى هنحط كل لتر ميه عليها 4 معالق ملح، يعني كل حسب بقى البرطمان، كل ما تزودي مثلا لتر ميه تحطي على 4 معالق ملح، ومعلقه سكر صغيره بتساعد على تحافظ على القرشه بتاعته. ونحط بقى معلقه شطه. هنا اللفت لونه مش احمر قوي، ممكن تحطي له حته بنجر يخليه احمر قوي لو انت عايزاه لونه احمر. هنا هيطلع لونه وردي فاتح لان هو اصلا لسه ما احمرش قوي. لكن لو انت عايزاه احمر يعني لونه وردي غامق، تحطي له حته بنجر يديكي درجه اللون اللي انت عايزاها. هنا زودت ميه، زودت ملح تاني، كل لتر ميه عليه 4 معالق ملح. هنا بقى بتكبسي البرطمان على الاخر خالص كده. نخلي اللفت جاهز معانا بقى، بتقفلي بيقعد يطبخ حوالي اسبوع 4 ايام وبيكون جاهز على الاكل، ما بيغيبش محل اللفت في تخليله. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.